نظرة عينه خدت وانا اجت عحالي فيه وطوالي تلفك العروق ايديا نكر بلا جاي لمستك وشفتك دخيل اللي كون عيونك وشفتك دخيل اللي كون عيونك وشفتك بخيل ما الدنيا حني يا ابويا انا ورد بس ورد نرجس كلي برد بس صعب ارجع شميت نرد هيدا تعبي هيدا تعبي انا ورد بس ورد نرجس اسمي كافي خليني عجرة شميت نرد هيدا تعبي هيدا تعبي نرسم وشك على القلب ما حد يلمسك لو حقرب لو تطلب مي بلا فرج درب ما يغلى عليكي كل هالدنايا لو حرقت قلبي بالنهار بقي وعيوني دمار حرموا جفوني النوم عدت السهر يا قلبي نار عودي برضا قلبي فداك يا ما نداك يصرخ أساك برسم خطاك عودي بعداك عودي برضاك قلبي فداك أنا ورد بس ورد نرجس كلي برد بس صعب أرجع شميت نرد هيدا تعبي هيدا تعبي أنا ورد بس ورد نرجس اسمي كافي خليني عجرة شميت نرد هيدا تعبي هيدا تعبي دوالي صوت محبوبي من نظرة عينه خدت والي اجت السلام عليكم. تظل الجريمة أمر بشع وسيء للغاية، فهي تجسد المعنى الحقيقي للشر من تعذيب أو إزهاق جوع أو أي شيء، وقد تكون دوافع متغيرة من شخص لآخر. الجاني قد يرتكب جريمته إثر خلاف مع الضحية، وآخر قد يرتكبها إثر اضطرابات نفسية وعصبية. وهناك جرائم تتم بلا مبرر سواء في الرغبة في القتل. الكثير من الجرائم يتم التعرف عقب مرور فترة على مرتكبها باستخدام الأدلة والتحقيق والتدقيق، ولكن ألا يتم معرفة الجاني. هذا هو الأمر العجيب في هذه القصة، وهذا هو ما حدث في قصة الضحية إيسيدرو فينك. هذا كان شاب بولندي في 30 من عمره، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعمل بها أي عمل، فحصل على محل صغير حوله إلى مكان لغسل الملابس وكيها، وكان يعيش في الغرفة الملحقة بالمغسلة. فكان إيسيدور شاب وحيد يعيش وحده في الغرفة الملحقة بالمحل ولا يزوره أحد، وكانت علاقته طيبة للغاية مع جيرانه وزبائنه، وكانت سمعته طيبة في هذه الأرجاء وفي هذه المنطقة. وفي أحد الأيام سمع الجار القريب من شقة إيسيدور أصوات مرتفعة جدا، فشك فيما ففكر في رأسه بأنه يمكن أنه شجار هذا،